المغرب، المغرب الشقيق، التاريخ العريق. من هنا، من هذه المنطقة ومن فوق هذه القمة أتنسم عبير الأندلس. خلف هذه التلال تقع الأندلس، التاريخ الإسلامي العربي الذي سجل للإسلام عظيم الأمجاد. هذه الأمجاد مرت بجيوش العرب على هذا التراب، على هذا الأرض، على هذه الأرض. وخلف هذه التخوم تاريخنا التليد، هذا التاريخ الذي ضاع بسقوط الأندلس. نحن نحيا هذه الأيام في مأساة، في حمام من الدماء هناك على أرض العرب، على أرض المؤمنين مسلمين ومسيحيين، فلسطين. هذه الأحداث التي لا تنتهي في غزة. من هنا أنادي أبناء المنطقة العربية: هل ستضيع فلسطين مثلما ضاعت أرض الأندلس؟ أبتهل إلى الله أن يرقب الصدع وأن تتضافر قوة الأمة العربية وقوفا وحائط صد في مواجهة هذا التيار العاتي، هذا التيار الغاشم من الصهيونية العالمية. عبير خاص، لوحة ربانية رائعة تذكرنا بالأندلس. خلينا نخرج هذه شطات مختلفة. شفت الوادي خبر اسود منيل واقف ولا ما شاء الله. ايوه، ارمي نفسي. عايز ايه؟ عايز ايه؟ تعال صورينا. يا خرابي على الحلاوه. بس ايه رايك؟ ايه رايك في البانوراما دي؟ فاتحة بس. ايه رايك في البانوراما دي؟ الأندلس يا حياتي. صورت أستاذ جمال ولكن صورتكم بشوش. فيه عشان ناخذ. ايه رايك في الارتجال؟ رائع. هاي ضاعت الأندلس. ما بدنا نطيع هذيك البلاد. لا على فكرة شعري لذيذ مع الهواء بطير. شور حسنا شعري الطبيعة يا أخي. هذا هو. هذا القرنفلي معانا. هذا منبع الأندلس. هذا القرنفلي عشان يبقى نشوف ونتصور. هذا منبع الأندلس. أيوه. لا هذا الأمن الغذائي يا راجل. منبع يا رجاء معانا، اعملي معروف. يا رجاء خليها بس. تعالي عند القرنفل. تعالي يا ماما تعالي. فنان يا رجاء. ايه السوس ده يا ولد؟ ايه السوس ده يا ولد؟ ايه السوس ده؟ قرنفلي. طبعا. الله. جميل. لا أنتم الجميلين. شوف الفيول وراك. الشمس لما يلا روح يا حسناء. يا جماعة حسناء. أستاذ أحمد. حياتي. أستاذ أحمد مع حسناء. قرنفلي. هذه جماعة. أيوة منبع الأندلس. أحبك يا أخ سعود، أحبك. والنبي هات لنا جمال معانا. هات جمال. كلمة الكاميرا. رجاء. تعال جمال والنبي. كلمة لفلسطين. احكي. يا حبيبي. ليست أول مرة تكرم فلسطين في مهرجانات بل ممكن للمرة 20. والدليل على ذلك وجود المخرج الكبير الفلسطيني سعود مهنا الذي يترأس دائما لجنة التحكيم التي تكونت هذه الأشخاص الأمازيغية فاطمة تحفيد والفنان الذي
الذي وطأت قدمه لأول مرة على أرضنا الجميلة حسب ما قال وحسب ما نعلم نحن المغاربة، الفنان التونسي حمدي حداد. أما المشاركة الثالثة في لجنة التحكيم فهي للمخرجين المغربيين يوسف وأحجام. القدس، ماذا تقول للقدس؟ أقول للقدس نحن لم نختار فلسطين اعتباطيا، بل لأننا مؤمنون نتضامن معكم من أول يوم إلى آخر، ونحن معكم إلى آخر رمق. أستاذ جمال، ماذا تقول للقدس وفلسطين؟ أنا أقول لا نريد أن تكون ليلة سقوط القدس كما كانت ليلة سقوط غرناطة. رمفلي، النصر آت لا محالة. ماذا تقول لغزة؟ القدس وغزة كلهم في قلوبنا. أستاذ أحمد ماهر، هناك باب المغاربة في القدس، ماذا تقول للمغاربة المقيمين في القدس؟ المغرب قطعة ليست من الوطن العربي، ولكن قطعة من قلوبنا نحن نعشق المغرب الشقيق. الله يخليك. والله. من مدخل مدينة تيزنيت الواقعة جنوب المغرب كان معكم طاقم مهرجان تيزنيت المغرب، ونشكر السيد جمال أغوسال الذي بذل جهدا كبيرا لكي يكون المهرجان على أحسن صورة. أستاذ جمال رئيس المهرجان. جمال أغوسال مدير مهرجان الدولي للسينما للجميع في دورته الخامسة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. أقول لكم شكرا جزيلا على تفضلكم بحضوركم لمهرجان السينما للجميع. شكرا للمخرج الكبير الفلسطيني سعود مهنا، شكرا للممثل العالمي أحمد ماهر، شكرا لرجاء، شكرا لحميد ولصاحب القرنفل. والدورة السادسة بإذن الله ستكون تحت شعار القرنفل للجميع.